السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. الفيديوهات راح نحاول أنه نحلل طريقة لعب المنتخب الأنغولي، واللي راح تكون معاه أول مباراة للمنتخب الجزائري في دور المجموعات. إذن المنتخب الأنغولي اللي لعب مع إيران ولعب مع البحرين، وقدم مباريات ممتازة مع كل من إيران والبحرين. قال بأن إيران يشبه أسلوب لعب المنتخب الجزائري، والبارحة فازوا على البحرين ب3-0. وهنا انطلقت الأبواق بأن المنتخب الأنغولي منتخب قوي، منتخب عنده الهيبة تاعو وعنده الكاريزما وعنده الحضور نتاعو على أرضية الميدان. إذن وبعد المباراة الودية اليوم اللي لعبها المنتخب الأنغولي أمام المنتخب البحريني والتي فاز بها ب3-0، راهي المباراة الخامسة التي لم يتلقى فيها المنتخب الأنغولي أي هدف. إذن المنتخب الأنغولي هو منتخب منظم جدا خاصة من الناحية الدفاعية، لكن خلاصة القول بأن نقطة ضعف المنتخب الأنغولي هي الجهة اليمنى، وراح نجيو لتحليل بعض اللقطات. لأنه آخر مباريات اللي تم تسجيل الأهداف ضدهم كانت الأهداف جاءت من تلك الجهة، يعني من يلعب في تلك الجهة مثل آيت نوري وكذلك آدم موناس أو بالليلي راح تكون مهمة كبيرة لهم، خاصة في اختراق أو التمريرات الأرضية الدقيقة. يعني كما بالليلي كما كنا نشوفوه سابقا يحكم البالو ويحاول تسديد المراوغة الزائدة، هذه ما تنفعش معهم إطلاقا. لازم السرعة والمراوغة السريعة والدقيقة والصحيحة، ثم التمرير الكرة للمهاجمين. أيضا من يلعب رأس حربة كسليماني أو بونجاح راح تكون مهمة كبيرة في إنهاء الهجمة، خاصة من يحسن التسجيل بالرجل. نروح معكم لتحليل بعض الصور من لقطات من المباريات نتاعهم في كل من البحرين وكذلك مع إيران. نشوفوا معكم أول لقطة كما نلاحظوا في الصور. شوف التموضع الدفاعي، شوف يعني كاين عندنا 1 2 3 4 5 6 لاعبين دفاع مع تقريبا 3 لاعبين من المنتخب الإيراني. يعني لا ندري كيف سيتم تسجيل الهدف هنا إلا إذا كان هناك سرعة ودقة. يعني التموضع الدفاعي نتاعهم راه مليح إلى أبعد الحدود. نشوفوا في اللقطة هذه أيضا، شوفوا تمركز الدفاعي نتاعهم. عندنا 3 دفاعات، عندنا واحد مع يعني زوج راهم حاكمين الجوار تاع المنتخب الإيراني. عندنا لاعب إيراني واحد حر وراهو لحقوا لاعب منا، يعني راهو في المراقبة. يعني هكذا تقول بأنه راهم ما كانش يعني دفاع نتاعهم مغلق بطريقة خرافية. وتقريبا راهم يلعبوا ب5 مدافعين، وهذا ما يعني جربناه في المباراة الثانية مع بوروندي، حيث قال بالماضي بأنه سجلنا 4 أهداف ضد منتخب يلعب ب4 مدافعين، عفوا ب5 مدافعين، وهذا شيء يعني كبير، وأنك تسجل ضد هذا العدد من المدافعين. علاه قلنا باللي أنه لازم المنتخب الوطني يعتمد على السرعة، والسرعة يعني في تنفيذ الهجمات والارتداد الدفاعي والارتداد بين الدفاع والهجوم. لأنه شوفوا هنا كما كانت الهجمة سريعة جدا، شوف لقينا غير 2 مدافعين والمدافع الثالث يعني راهو متأخر خلاص، وكاين 3 مهاجمين. يعني هنا يمكن القول بأنه يمكن تسجيل الهدف بنسبة 90% إذا أحسن هذو الثلاثة كيفية استغلال المساحة اللي عندهم، بالإضافة إلى يعني التفوق العددي. في اللقطة التالية شوف يعني التمركز الدفاعي نتاعهم، عندنا 4 مدافعين مع مهاجمين. اللاعب هنا قام بمراوغة مدافعين ومرر الكرة إلى صديقه بالسهم الأحمر، يعني راهو في وضعية تسمح له، راهو حر ما كان عنده حتى مراقبة. لكن شوف التكتل الدفاعي داخل منطقة الجزاء، يعني كانوا 4 مدافعين ضد 2 مهاجمين، تفوق عددي واضح. شوفوا هنا لو كانوا نلاحظوا في اللقطات الأخيرة اللي عرضناها عليكم، دائما الهجمة تكون من نفس الجانب، لأظن بأنه الجهة اليسرى راهي جهة ضعيفة جدا بالنسبة للمنتخب الأنغولي، لكن تبان لي ديما عندهم تكتل دفاعي قوي وقوي جدا. بالنسبة للقطة الأخيرة اللي راهي عندنا، شوف أيضا نفس الجهة ونفس هنا كانت سرعة المهاجمين. لاحظ معي جيدا أنه التمريرة كانت يعني بالمليمتر، بالإضافة إلى أنه اللاعب راهو سريع، وراك تشوف باللي معاه 2 مدافعين. كما لاحظنا أنه الجهة اليسرى للمنتخب الأنغولي، أنا قلت لكم الجهة اليمنى، الجهة اليسرى للمنتخب الأنغولي راهي جهة ضعيفة جدا. يعني يجب على المنتخب الوطني، وأكيد بالماضي راهو على باله بهذا الحاجة. سلام عليكم.